ها جماهير ريال مدريد، على من هاي الفرحة؟ بعدكم مركز الثاني من بداية الموسم وانتم مركز ثاني. ريال مدريد صح فاز على اشبيليا، لكن ريال مدريد مركز ثاني. ولا تقولوا لي راح نفوز بالمؤجلة ونتصدر. اتلتيكو مدريد هم عنده مباراة مؤجلة، يمكن ما تدرون بهاي المعلومة، ما تعرفون انتم اتلتيكو مدريد عنده مباراة مؤجلة. يعني اذا فاز ريال مدريد بالمؤجلة وفاز اتلتيكو مدريد بالمؤجلة، اتلتيكو مدريد راح يبقى بالصدارة. على العموم مبروك عليكم جماهير ريال مدريد، هذا الفوز على اشبيليا الفوز الكبير. طبعا مثل ما تعرفون احنا ضيعنا الدوري من ايدينا، برشلونة ضيع الدوري من ايديه. يعني بعد ما كان متصدر الدوري بفارق 7 نقاط عن ريال مدريد و10 نقاط عن اتلتيكو مدريد، اجته فترة فراغ وخسر مباريات وتعادل بمباريات، وهاي نتيجتها برشلونة بالمركز الثالث. يعني من كان متوقع برشلونة يصير بالمركز الثالث بالدوري الاسباني خاصة بهذا الموسم؟ يعني فرق 10 نقاط عن اتلتيكو مدريد. هسه اتلتيكو مدريد 41 نقطة واحنا 37 نقطة، بفارق 3 نقاط عن اتلتيكو مدريد. ريال مدريد اللي كان ورانا هسه ريال مدريد مركز ثاني، واذا خسروا اتلتيكو مدريد مباراتهم المؤجلة وريال مدريد يفوز مباراته المؤجلة راح يتصدر الدوري. هي هذا حال كرة القدم. ليش دائما المحللين يقولون جوارديولا افضل مدرب بالتاريخ؟ ليش؟ مدرب دوريات، يعرف شلون يجيب الدوري يراد له نفس طويل، مو تفوز لك بمباراة بمباراتين وتقول هاي هي، او تتصدر الدوري وتقول هاي هي انا راح افوز بالدوري. هسه ليفربول مصدر الدوري الانجليزي، يعني خلاص شنو راح يفوز بالدوري الانجليزي؟ لا مستحيل. وحتى ريال مدريد وحتى اتلتيكو مدريد لحد الان ما فازوا بالدوري، حتى اتلتيكو بالباو لحد الان ينافس على الدوري. ماكو شيء انتهى لحد الان، لا ريال مدريد فاز بالدوري ولا اتلتيكو مدريد فاز بالدوري ولا برشلونة طلع من المنافسة. الدوري ما زال طويل، وهواي مباريات، تيجي مباريات يتعثر بها ريال مدريد، تيجي مباريات يتعثر بها اتلتيكو مدريد، وممكن نرجع بالصدارة. ماكو شيء مستحيل. والله العظيم نقمة الكلاسيكو صار على برشلونة. من فزنا على ريال مدريد بالكلاسيكو 4-0 بملعبهم وبين جماهيرهم، نقمة صار على برشلونة. من وراها برشلونة ما صح، خسائر، تعادل، ما اعرف شنو، بس الحمد لله والشكر احنا هسه باوروبا مقدمين، جاي نفوز على دورتموند وفزنا على بايرن ميونخ. بس ما اعرف شنو اللي جاي يصير ببرشلونة بالدوري الاسباني، ما اعرف. على العموم مبروك عليكم جماهير ريال مدريد وجماهير برشلونة، القادم افضل. لا تأيس من الدوري، ريال مدريد واتلتيكو مدريد ما فازوا بالدوري، المنافسة بعد تقريبا 15 جولة ممكن برشلونة يرجع للصدارة وراح يفوز بالدوري الاسباني. خلونا لايك ومتابعة وكتبونا شنو رأيكم بالمباراة مال ريال مدريد واشبيليا. بام.